اهلا يا حلوين، انا مريم بعمل فيديوهات مختلفة ومتنوعة عن الحاجات اللي انا مهتمة بيها. فلو دي اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو. هشارك معاكم عادات انا بعملها كل يوم الصبح، ولو عدى يوم خدت جزء منها ما عملتوش بحس ان يومي مش انتاجي، في حاجة غلط، في حاجة مش مظبوطة. اتمنى ان العادات دي تفيدكم، فما تنساش تتابع الفيديو وتقولي رأيك. تحديدا كلنا بنمر بلخبطة في النوم، بنتلخبط ان كان انا او انت او حد من صحابك او حد تعرفه نومه متلخبط، وفعليا ده ناس كتير جدا في الوقت ده علشان الفصول بتتغير، فده بيسبب لخبطة في الساعة البيولوجية بتاعتك. فاتمنى ان احنا كلنا نقدر ننام ونصحى بدري، يعني انا بحاول وانت لازم تحاول ان احنا ننام بدري ونصحى بدري. لازم ناخد ضوء الشمس، يعني بجد فعليا لما النوم بيكون متلخبط واصحى على الساعة 4 3 6، بيجي عليا اوقات بصحى 6 المغرب من 6 الصبح، فبحس ان فعليا بتبقى اكتر فترة سيئة انا بمر بيها، لان ده غلط جدا. انا من الناس اللي بحب النهار، بحب اصحى بدري، بحب انزل، بحب اروح، بحب يومي يبقى فيه بركة، فيه وقت كتير. فنصحى بدري. ان انا اصحى من النوم وافتح البلكونه والشبابيك، افتح اي مصدر ضوء شمس عندك، ما تخليش الاوضه زي ما انت كنت نايم، لا خلي الاضاءه تدخل الاوضه، تدخل الشقه، تدخل البيت عموما، علشان تحس ان احنا خلاص صحينا، احنا الشمس طالعه. جسمنا بيحتاج فيتامين فيتامين د، وده فيتامين اكتر مصدر ليه هو الشمس. فنحاول على قد ما نقدر نفتح البلكونه والشبابيك، ندخل الاضاءه عندنا في البيت. لما ترتب سريرك ده بيخليك مش هتقدر ترجع تاني. اوقات كتير بنصحى بدري وبعد ما بنصحى بنقعد على السرير تاني وبننام، لان احنا اصلا مكناش رتبناه. لكن لما بنصحى ونرتبه ده هيخلينا، يعني احنا لسه مرتبين السرير، مش معقول هننام صح. انت ساعتها بتدي رسالة لعقلك ان احنا خلاص صحينا، رتبنا السرير، دخلنا الاضاءة في الاوضة، احنا دلوقتي المفروض نفوق. وان بذكر الله لتطمئن القلوب. مفيش حاجة احسن من انت تذكر ربنا، تتنفس بعمق، ده هيساعدك كتير جدا وهيخلي يومك يبقى افضل وصحتك تبقى افضل على المدى البعيد. في تمرين جميل جدا لدكتور ابراهيم الفقي، هو تمرين ان انت بتاخد النفس، ومع كل نفس بتاخده انت بتذكر الله، ان كان اسماء الله الحسنى، ان الله الرحمن الكريم، اللي انت عايزه. المهم ان ده بيساعدك جدا، هيخلي قلبك يطمن كده، يبقى فيه راحة. يعني الحياة صعبة والناس بتصعبها علينا، فممكن يعني ده هيساعدنا اكتر ان احنا نبقى قلبنا مطمن. وعن تجربة فعليا بيساعدك وبيخليك قلبك مطمن، بيخليك اهدى. وفعلا احنا محتاجين في الوقت ده، في اللي بيجرى ده كله، ان احنا نكون ناس اهدى. ليه احسن، بيخلينا نرجع تاني ازاي نتنفس بالطريقة اللي احنا مفروض اتخلقنا بنتنفس بيها، مش من الفم. فنحاول على قد ما نقدر، التنفس يكون عميق فترة الصبح، يعني مش فترة كبيرة، بس هيفرق معانا جدا وهيحسننا على المدى. الحاجات ان احنا نصحى فايقين، نشرب حاجة بنحبها، ان كان عصير بتحبه، ان كان اي مشروب سخن، ان كان شاي او قهوة، يعني يفضل تكسرها من الاول بالفطار، والفطار ده حاجة مهمة واساسية جدا. بس في ناس معدتها بتوجعها فمش بتقدر تفطر اول ما تصحى، ممكن اي حاجة بسيطة زي تمر، بسكوت، اي حاجة. لو هتشرب قهوة او شاي،
ممكن تشوفي ان الموضوع بسيط يعني مشروب، بس انتي بتحبي نفسك صح؟ اللي بيحب نفسه بيعمله الحاجة اللي هو بيحبها. جلسة القراءة الصباحية بالنسبة لي من أهم الحاجات. بحس إن أنا لو معدتش قرأت الصبح مش هقدر أقرأ طول اليوم. بقرأ بس مش بتبقى بنفس المتعة والهدوء اللي أنا بقرأه الصبح. حاول أول لما تصحى تقرأ مثلا 15 صفحة، ربع ساعة، مش وقت كتير بس وقت كده للقراءة، بس في مكان معين اقعد اقرأ فيه. خلي دايما عندك ركن كده للقراءة، مكان بتستريح فيه، مش لازم بقى حاجة كبيرة، بس الركن ده انا هقعد فيه وهقعد اقرأ. في ركن تاني للشغل وهكذا. ركن القراءة ده في الصبح اقعد اقرأ. آه، جلسة الصباح للقراءة هي من افضل الحاجات وامتعها. تحس ان انت فايق بتفوق كده على حاجة كويسة. ويستحسن تقرأ حاجة الصبح كويسة، مش حاجة سلبية، حاجة لا، حاجة إيجابية، حاجة مش رواية بائسة وتقرأها الصبح، لا يعني لا، اقرأ حاجة إيجابية، حاجة تديك طاقة. جلسة القراءة الصباحية من الحاجات الجميلة الملهمة اللي لو أنا بإيدي أنصح كل الناس. ما تنساش تشاركني ايه العادات الصباحية اللي بتفرق معاك، والحاجة اللي لو عملتهاش الصبح بتحس ان يومك مش مظبوط.